يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عموما، ويا أهل فلسطين خصوصا، ويا أهل غزة على وجه أخص لا سواء، قتلانا برحمة الله شهداء في الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقتل اليهود ومن ناصرهم في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن مصيبتكم ومصيبتنا في حصار وتجويع وقتل إخواننا وأهلينا في فلسطين مصيبة عظمى وجراح كبرى نحتسبها جميعا عند الله، وما عند الله خير وأبقى. ومع هذا فهي على فداحتها جراح مندملة بموعود الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. وثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جريح يجرح في الله إلا وجاء جرحه يوم القيامة يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ولا يجد من ألم الموت إلا مثل مس القرصة. أرواحهم في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. أمانيهم أن ترد أرواحهم إلى أجسادهم ويعادوا إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى. فأي مصاب بعد هذا؟ لكأنك بلسان من يستشعر هذا من إخواننا في غزة وغيرها يقول: الله خير وأبقى. فزنا بإذن الله، فزنا. إن تبيدوا من البيوت بطياراتكم ما غدا لدينا مشيدا، فلنا في الجنان تلك بيوت قد بناها الرحمن لا لن تبيدا. وفي المقابل فإن من مشى في ركاب أعداء الله اليهود ومن ناصرهم صريح الكفر في فمه ويهمس بالهدى همسا، من علق يعيش على جراحي من جلدتي لكن أشد علي من طعن الرماح. من يبارك ما يفعله العدو من مذابح، ويحيك المؤامرة ضد المؤمنين، ويفرح بمصابهم ويرقص على جراحهم ويدل على عوراتهم، ويحمل المجاهدين المسؤولية ويقول بقول سلفه: لو أطاعونا ما قتلوا. يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هؤلاء هم المصابون حقا لو كانوا يفقهون. مصابهم لا ينجبر وجرحهم لا يندمل، لأنه مصاب وجرح في الدين، وكل كسر لعل الله جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. جرح الحسام له آسي يطببه، وما لجرح قناة الدين من آسي. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. فليهنؤوا مع أوليائهم بهذه البشارة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والله الموعد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ففروا إلى الله وانصروه ينصركم، وما النصر إلا من عند الله. إليك توسلنا بك اقهر عدونا، وطهر ربوع القدس من كل ظالم.